يا اخوانا، كل الاخبار العالميه حاليا والمحليه عن مدينه الفنيدق المغربيه. اول حاجه، مجموعه شباب عملوا دعوات على السوشيال ميديا يوم 15 نتجمع نعمل هجره جماعيه غير شرعيه سريه ومعلنه في نفس الوقت تقريبا، من مدينه الفنيدق في المغرب لمدينه سبته المداره اسبانيا، ونوصل بقى اسبانيا ونوصل للحلم الاوروبي ونحقق كل احلامنا ونطلع من العيشه اللي احنا فيها. اول حاجه، القانون المغربي اللي بتمسك فيه بتحبس 4 شهور الهجره الغير شرعيه. كمان اسبانيا هتتمسك هناك هتتحبس 4 سنين، زائد ان انت هتعوم في البحر 5 كيلو. 5 كيلو اساسا، فانت ممكن ما توصلش. فدي حاجه، نص شبابنا غرقت في البحر اساسا للاسف، الله يرحمهم ويهديهم. فاللي عمل الدعوات دي قصده انه يعمل فتنه، قصده انه يودي الشباب في داهيه، غامر بحياه الشباب. ف 10000 انسان راحوا امبارح مدينه الفنيدق، وال 10000 عشان الناس اللي بتروج تقول المغاربه عايزين يهربوا من المغرب. اول حاجه، ال 10000 من كل الجنسيات، ال 10000 دول اسمهم مهاجرين غير شرعيين، في منهم توانسه، في منهم جزائريين، في منهم افارقه، في من كل الملل. مهاجرين غير شرعيين ما لهمش علاقه ان هم من المغرب، مش من المغرب بس، يعني من كل الدول. فالشرطه المغربيه نجحت في ان هي تمنع ده. للاسف هاجموا الشرطه، عملوا فوضى، هاجموا الشرطه بالحجاره، في اصابات من الطرفين. فالله يلعن اللي عمل الفتنه دي، الله يهدي شبابنا يا اخوانا. اقسم بالله العظيم يا اخوانا، ما تلقوش نفسكم في التهلكه يا اخوانا، اعقلوا شويه، ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ ف الله يحفظ المغرب، الله يحفظ اهل المغرب، الله يحفظ رجال امن المغرب، الله يحفظ مؤسسات المغرب. بلد جميل، بلد حلو، يا رب يحفظه. واقسم بالله العظيم يا اخوانا، انا عارف المعيشه سيئه، الاوضاع الاقتصاديه صعبه، التعليم صعب، الصحه صعب، وفي كل الدول، في كل دول العالم، حتى في امريكا، في كل دول العالم. بس الحل مش ابدا الخراب، والحل مش ابدا ان احنا نضحي بنفسنا، والحل مش ابدا ان احنا ندمر بلادنا. مش ده الحل، ومش الحل ابدا ان احنا نضحي بحياه الناس عشان نعمل شعارات على السوشيال ميديا. بس حبيت اتكلم في الموضوع ده، اكتبوا لي رايكم في التعليقات. حبايب قلبي، سلام.